السلام عليكم. صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي تشوفوا الفيديو. النهارده هعمل اعاده تدوير ل5 حاجات كنت هرميهم ل5 حاجات انا هستفاد بيهم وهستخدمهم. تعالوا شوفوا معايا. اول فكره معايا برطمان بلاستيك ولعبه صغيره، وهستخدم طبعا كالعاده الاسبراي الرش. هو اوفر حاجه تقدري تعملي بيها اعاده تدوير لحاجات كتير هتبقى عندك في البيت. زي ما قلتلك ده كنز في البيت تستخدميه. هيفيدك قوي الاسبري دوت في حاجات كتير جدا، وزي ما شفت في فيديوهات قبل كده استفدنا بيها وعملت فيها كذا فكره، ولسه الاسبري مكمل معايا وبستفاد منه بالافكار اللي هكمل بيها لسه في الفيديو، وان شاء الله ما يخلصش النهارده عشان هعمل بيه كذا فكره النهارده في الفيديو. وزي ما انتم شايفين كده البرطمان رشيت الغطا بتاعه ورشيت الطياره، وهاجي بقى الجزء من تحت في البرطمان وهرش بالشكل ده. بعد ما خلصت كده رشه بالشكل ده، كل ما ترشي من بعيد كل ما الشكل يبقى احلى، ولو انت رشيتي من قريب هيدي تمويجة كده برضو تبقى شكلها حلو. في حاجات اصلا بتتباع بتبقى مديه موج كده لون رايح جاي كده معاكي، فمش مشكله لو انت قربتي وحته زادت في الرش وحته قلت، بتدي منظر حلو برضو في الاخر. هلزق الطياره فوق كده على الغطا، وتقدري بقى تحطي الطياره دي البرطمان ده عندك على المكتب لابنك او لبنتك او لاختك او ليكي انت لو لسه صغيره. حطيه عندك هيبقى منظره حلو قوي. تحطي فيه الاساتيك، تحطي فيه البرايات، تحطي فيه حاجتك البسيطه، او لو عندك كومود جنب السرير ممكن تحطيه وتحطي جواه الشمعة بالشكل ده وتحطيه على الكومودينو جنب السرير. بس كده هيبقى دي منظر حلو قوي، وفي نفس الوقت اللعبه اللي محطوطه من فوق مديه شكل حلو قوي. وبس دي اول فكره معايا سهله وبسيطه، وتقدري تستخدميها زي ما قلت لك على المكتب، على الكومود، بشكل بسيط. هاجي بقى لتاني فكره معايا. ازازه البيبسي. بعد ما تخلصيها اغسليها غسله تمام. بص اللون بتاعها بيلمع ازاي وشكله حلو ازاي. عندي بقى الزرع دوت بعد ما اشتريته لقيت فيه مشكله جامده جدا، انه بيعمل وبره وبينزل فروع منه في كل حته. زي ما انتم شايفين كده، بصوا نزلت فروع طول ما انت ماسكاه، فهو بيبوظ الدنيا جدا. فجت بقى الفكره في بالي اللي طب ليه بدل ما هي من بره وبيبوظ الدنيا، طب ما ادخله جوه الازازه زي ما انتم شايفين كده، وبدل ما يبوظ الدنيا وخلاص انا اشتريته بدل ما ارميه، طب ما عايزه استخدامه واعمله بالشكل ده. فانت لو كنت اشتريتي الزرع دوت وما كنتش تعرفي ان هو بيعمل بيطلع الوبره دي او ال... بيبوظ الدنيا كده. بصوا الترابيزه باظت ازاي وانا بنزل. فبدل ما ترميه اعملي له اعاده تدوير، دخليه جوه الازازه بالشكل ده، هيدي منظر حلو قوي. هتشوفي شكله في الاخر هيدي منظر حلو جدا، وفي نفس الوقت انت منعتي ان هو يوقع في مكان ويبوظ الدنيا، وادى منظر حلو. وتحطيه كده على الترابيزه مديه منظر حلو. من فوق قفلت الازازه بالشكل ده، وقلت لما اجيب ازازه بيبسي تانية هعمل واحده كمان واحط كذا واحده جنب بعضهم بالشكل ده. ده شكل الازازه في النهايه. وممكن برضو كنت ادخله جوه برطمان او ادخله في اي حاجة تانية عشان طلع شكله حلو قوي، ادى منظر جميل. عايزة اقولك لو لقيتي الزرع ده او الشكل ده في اي مكان بيتباع اوعي تشتريه، بجد رجاء اوعي تشتريه. بيبوظ الدنيا ويبهدل الدنيا. انا مش عارفة الراجل ليه ما قاليش ان هو ما ينفعش يتحط كده في فازة او يتحط في حاجة. بيبهدل الدنيا وبيوقع كتير قوي. فدوت لازم يختفي ويتدخل جوه حاجة زي ما انا عملت كده، ملوش حل تاني. ندخل بقى على الفكرة رقم 3. ده علبتين ايس كريم زي ما انتم شايفين كده صغيرين. هعملهم بطريقة سهلة وبسيطة، وتقدري تستخدميها تحطيهم في البلكونة هيدوا منظر حلو قوي، او تعلقيهم على باب زي ايا كان بقى عايزة تحطيهم فين. انا هوريكي الشكل وانت اعملي في الاخر الشكل اللي انت حباه. زي ما انتم شايفين كده لفيته بالقماش، وبعد كده هاخد الخيط وهخيط الكوبايتين في بعض، وعشان اخليهم يجوا يروحوا كده ميبقوش لازقين مثبتين في بعض، عشان لو لزقتهم بشمع او اي ماده لاصقه تانية فهيبقوا لازقين في بعض قوي. لكن انا عايزاهم يروحوا ويجوا ميبقوش ثابتين. زي ما انت شايفاه كده. كمان هعمل العليقه بالخيط، وبعد كده حطيت جواها الزرع بالشكل دوت. وزي ما انتم شايفين ده مكان العلية اللي تتعلق منه. بس كده اتعلق في اي مكان بطريقه سهله وبسيطه وشكلها حلو في الاخر، وعملنا اعاده تدوير سهله وبسيطه من ايديكي.
فكرة رقم 4، لو عندك ازاز زي ما انت شايفة كده. الفكرة دي شفتها على النت وعجبتني. انا عندي فروع بتاعت رمضان اللي بتعلقيه في رمضان، لما بتتساب لرمضان اللي جاي بلاقيها باظت. فزي ما انتم شايفين كده انا هعمل لها حافظ عليها وادخلها جوه الازازه بدل ما بتستخدمش وتيجي تشغليها السنه اللي بعدها تلاقيها مش شغاله. فهنشيلها ونحافظ عليها جوه الازازه برضو، وتدي منظر حلو وتحطيها جنب السرير. خامس إعادة تدوير أو خامس فكرة لإعادة تدوير من البرطمان. وعندي بكرة اللزق اللي بتلمع دي، ما كانش عندي شفاف. انا عايزه اقول لكم ان انا مش بشتري حاجات مخصوص عشان اعمل اعاده تدوير، عشان في ناس بتقول لي انتي حاجاتك ليه مش مشتريه، ليه مش مكلفه. لا، دي اعاده تدوير. ليه اكلف نفسي على حاجه كانت هتترمي؟ انا اعمل لها اعاده تدوير بالمتواجد عندي، مش بشتري حاجه مخصوص عشان اعمل اعاده تدوير لحاجه كنت هرميها يعني. فانا بعمل اعاده تدوير بالحاجات المتواجده عندي، مش بشتري حاجة ولا اكلف نفسي ولا اكلفك. لا، اللي عندك انا بديكي حاجات متاحة، لو متوفرة عندك استخدميها، ما تشتريش حاجة تانية. وزي ما قلت لكم السبراي اللي انا بستخدمه في كل الافكار يعني، وبتشوفيه اللي هو غالي مثلا، لا بس على قد ما هو غالي، بس على قد ما هو شوفي كام حاجة عملها معايا وهيقدر يعملها معاكي انت كمان. فمش برضو مش مكلف ليكي ولا ولا ليا، ان هو هيفيدني في حاجات كتير زي ما قلت لك. بس كده، لكن مش هتلاقيني اشتريت حاجات مخصوص غالية اعملها، او جبت خيوط غالية عشان اعمل فكرة. لا، المتواجد انا قناتي متخصصة في اعادة تدوير فقط. اعادة تدوير، مش بكلف نفسي ولا بكلفك عشان اعمل اعادة تدوير. انا حاجات كنت هرميها، لا بعمل لها اعادة تدوير وتبقى موجودة عندي استخدمها. زي ما انت شايفة كده اهوت، البرطمان ده هيبقى منظر حلو قوي، وفي نفس الوقت احط فيه سكر، احط فيه شاي، يبقى منظره حلو. وعملت يعني شكل حلو، وحطيت فيه الشاي او السكر، وبدل ما كان يترمي لا استخدمته، او بدل ما كنت استخدمه زي ما كان هو بشكله كده بتاع الطماطم، لا انا استخدمته بشكل حلو. وحاجات بسيطة متوفرة عندي استخدمتها فيها. بس كده. لو ما عندكيش الخرز مش لازم، انا حطيت الخرز ده كده وبس كده. برضو الازازة دي كانت عندي عملتها بالشكل ده. بس كده، دي الحاجات اللي كانت متوفره عندي النهارده، اللي انا عملت لها اعاده تدوير بدل ما كنت هرميهم، عملت لهم اعاده تدوير بالشكل دوت. وكل حاجه كانت مختلفه. البرطمان دوت قلت لكم ممكن تستخدم استخدام مختلف عن البرطمانات دي كمان. البرطمانات دي ممكن تستخدم في المطبخ كشاي، سكر، كمون، فلفل، الحاجات دي. البرطمان التاني اللي عليه الطياره ممكن يستخدم يتحط جوه اضاءه، او يتحط على الكومود بتاع الاطفال، او على المكتب. ايا كان انت ممكن تستخدميه بالشكل اللي انت حباه. انا وريتكم اعاده التدوير المناسبه ليا، وانت ممكن تستخدميها بالطريقه المناسبه ليكي. واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.